والاشتراكية بهدف التحرك الموحد ضد جمعية تأسيس الدستور. من ناحية أخرى، تقدم المركز المصري لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المحافظة ببلاغ للمحامي العام بورسعيد بهدف إيقاف أي إجراءات خاصة بتقنين وضعي يد على الأراضي الزراعية بزمام قرية النورس والخاصة بشباب الخريجين. ومعنا من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أحمد، أطلعنا سريعا على أهم ما جاء في مؤتمر القوى السياسية وموقفها، وأطلعنا أيضا على موقفها من لجنة تأثير وضع الدستور. نعم دينا، عقدت القوى السياسية في بورسعيد مؤتمرا مساء أمس بمقر حزب التجمع ضم جميع التيارات السياسية الليبرالية والاشتراكية وممثلي الأحزاب بعيدا عن الأحزاب الإسلامية بهدف وضع آليات للتحرك السريع بشكل موحد ضد تأسيسية الدستور. طلب المؤتمر بضرورة سرعة التحرك السريع ووضع آلية قابلة للتنفيذ في إطار توعية الجماهير بخطورة افتراض أغلبية برلمانية بوضع الدستور على حد وصفهم، وحتى ايضا على الوجه الاخر لا ينفرد المجلس العسكري بالسلطه. وقال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب انه اذا استأثرت بوضع الدستور مجموعه برلمانيه محدده فسياتي برلمان جديد ويستأثر ايضا بوضع دستور جديد، وهذا ما لم يحدث في العالم. ولا بد ان ننظر الى التجربه التونسيه التي انتخب شعبها جمعيه تأسيسيه لوضع الدستور، اما في مصر فقد انتخبنا برلمان قبل الدستور. وصف ايضا البدري فرغلي البرلمان بشديد المرارة على حد وصفه، ويتكون من مجموعتين، الأولى هي السلفيين الذين كانت تحركهم مباحث أمن الدولة على حد وصفه، والإخوان الذين نزلوا إلى الميدان في ثورة 25 يناير بعد 3 أيام وبعدما تأكدوا أن الثورة قد أحمد، أطلعنا أيضا على تفاصيل البلاغ الخاص بأراضي شباب الخريجين في منطقة النورس. نعم دينا، تقدم المركز المصري لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان فرع بورسعيد ببلاغ للمحامي العام في بورسعيد ضد كل من واضع اليد على الأراضي الزراعية الكائنة بزمام قرية النورس الزراعية للخريجين جنوب بورسعيد وضد محافظة بورسعيد والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، وذلك بهدف إيقاف أي إجراءات خاصة بتقنين وضع اليد على هذه الأراضي، لأن ذلك يدعم أعمال البلطجة على حد وصفه وعلى السطو، ويدعم أيضا السطو على حقوق الشباب على حد وصف البلاغ الذي حمل رقم 597 لسنة 2012. وقال أيضا وليد عطوة مسؤول المركز أن هذه الأراضي محل البلاغ تخضع لسيطرة ووصاية المراقبة العامة للشباب الخريجين بالمحافظة، وتبلغ أكثر من 960 فدان الآن هي مستباحة لأعمال السطو والبلطجة، وناشد بضرورة إيقاف كل تلك الإجراءات حتى يأتي محافظ بورسعيد الذي قال أن عدم وجود محافظ بورسعيد تسبب في تعطل كل الإجراءات بالمحافظة وأعطى فرصة لضعيفي النفس من اتخاذ إجراءات غير قانونية. نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد الجمال، كنت معنا من محافظة بورسعيد.